ميلونج لجميع انواع الشعر البني، يعني درجات البني كامل يخرج عليهم. هذا الميلونج اللي حنعطيه لكم غير بلوغيات، صبغه جزائريه عالميه، السومه تاعها 14000 كيما راكم تشوفوا، ماشي غاليه بزاف يخرج شباب كيما لا فوتو، خاصه اللي عندها شعرها مصبوغ بالكلاغ ولا كيما راكم تشوفوا في التصويره شاطن كلاغ طبيعي ولا مصبوغ. اروحوا لهنا نوريكم كامل كيفاش تخلطوها وكيفاش ديروها على حساب الطول تاع الشعر. انا هنا استعملتها لشعري، استعملت زوج بايط 23 وباطه 25. اروحوا نخلطوها كيف لوكسيد. وهنا عندنا فول 20 اللي ما عندهاش دير 30، واللي عندها بزاف شيب تعمل 20 احسن. كيما راكم تشوفوا نجيب البول تاع الصبيغه يكون بلاستيك، نقطع الصبيغه من تحتها باش ما تبقاش تعذب فيكم وتحصل لكم الداخل وتطولوا معاها. انا قطعتها ديريكتومون من تحت وفرغتها. هنا استعملت باطه كامله 23 لوغيات، يعني علبه كامله العلبه الاولى، وزدت العلبه الدوزيام تاني 25 ما استعملتهاش كامل. دوك نوريكم هنا، تبعوا معايا طاب باغ طاب كيما راكم تشوفوا، ونقطعوها احسن من تحت. علاش نقطعها من تحت؟ باش ما نبقاش نضارب معاها. هنايا كنت فرغت معكم العلبه الدوزيام باسكو شعري شويه طويل. ال 25 درت منها هنا نص، ما درتهاش كامله. اللي يحبوا تخرج لهم بزاف صفرا يديروا 25 كامله وزوج بايط 23، يعني زوج نيميرو 23 ووحده 25. لوكسيد هنايا كنت درت، يعني ما تصوتليش تخي بيان، يعني كنت درت من قبل ومن بعد عاود زدت شويه، يعني كوم ميزانكم قد ما ديروا الصبيغه قد لوكسيدون. انا من قبل كنت ديجا استعملت، برك ما تصورليش لا فيديو. تخلطوا الصبيغه هي الاولى تدخلوها في بعضها ومن بعد تزيدوا تخلطوها مع لوكسيدو باش ما تجيكمش محبه ولا غاسيل، ما تخرج لكمش في الاورانج باش يخرج لكم موحد. خلطوا لي الصبيغه تاعكم، الخلط الجيد اجباري. تلبسوا اللي قلت تاعكم لازم تلبسوهم كيف عدو حديروا، ما ديروش بيديكم باسكو راهي تخسر اليدين. كيما راكم تشوفوا انا رايحه نابليكيها، راح نخلي لكم التصويره كيفاش خرجت لي مع الاخر. جاتني بزاف شابه، قعدت بها 40 مينوت. القاعده تاع الشعر تخرج عليها اللي عندهم شعرهم طبيعي كلا ولا صابغين بدرجات البني. هذا ما كان.